السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في الاقتراحات ديال اليوم. لا نقترح عليكم هكا اقتراح للغدا وغريبه لشرب الشاي للكوتي ولا الضيوف الغفله. كتجي صراحه زوينه مشقه بواحد المكون اللي كيعطيها واحد اللذه وواحد اللون. كتجي رائعه، كتستحق التجربه بمكونات جد اقتصاديه. وكذلك السلام عليكم. اليوم ان اقتراح شاء الله هكا نقترح الغدا عليكم كوزامي او اقتراح للغداء باستيشو ولا بطريقه جد العشاء سهله كوزامي او ومبسطه. باستيشيو كتجي بطريقه جد جديده، سهله كتجي ومبسطه معلكه، وختكون اقتراحات اول مره غادي سهله ديري هذا وسريعه التحليك كالعاده. وتجيك جديده كنتمنى بطريقه الفيديو ديال جد اليوم يعجبكم مختصره كالعاده. قبل ما نبداو واقتصاديه. الفيديو ديالنا دائما ندوزو الصلاه الطريقه والسلام على الحبيب، والمقادير اللهم صل كالعاده. قبل ما وسلم نبداو الفيديو وبارك ديالنا على دائما سيدنا الصلاه محمد والسلام على وعلى الحبيب. اله اللهم وصحبه صل اجمعين. وسلم وبارك على وندوزو سيدنا الوصفات محمد ديالنا وعلى وكالعاده اله وصحبه كالعاده اجمعين. عفوا. وندوزو قبل ما الطريقه تبداو والمقادير الفيديو بسم الله ما على تنساونيش بركه من الله. لي لايك ديالكم، تعليق ديالكم الزوينه، انا اول وبسم حاجه الله على كنجيب بركه مقيله الله. كنضيفها فوق النار، كنضيف فيها جوج ديال البصلات اللي مقطعه مقاطع صغيره. ضفت لها شويه مليحه، شويه ديال الزيت العاديه، وشويه ديال الزيت البلديه. ما كانش متوفره البلديه ديروا غير الزيت العاديه. وكنبقى نحركها هكا مزيان حتى كتلبس كامله بداك الزويته. ونقصوا عليها النار ونخليوها على نار مهيله حتى تشحر لينا وكتدبل وكيتبدل اللون ديالها على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كتبيض، اللون ديالها كيولي ابيض. عاد كنضيف لها هنا شرائح من ديال لادان، ديال الصدر ديال الدجاج ديال لادان. كمتوفر عندكم صدر ديال الدجاج ديروه، كانت كفيسه ديروها، كان بغيتو ديروا تخلطوهم بجوج بيهم. المهم كيبقى على حسب الاختيار. هنا التوابل ضفت شويه ديال الابزار، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم. الملح راني ضفتو في الاول صافي ما كنديروش دابا. وهنا نضيف شويه ديال الضامه ديال الثومه، ما كانش متوفر عندي الثومه. وضفت غير شويه ديال الضامه ديال الثومه. كانت عندكم الثومه بودره، كانت الثومه هكاك عاديه ديروا واحد الضريس ديال الثومه حكوه. صافي كنبقى نحرك على هذه الطريقه ونخليها طيب مزيان. داك السدير ديال لادان مع داك البصيله وتشرب داك التوابل. وفي الطنجره اللي حدايا البنات راني دايره فيها الماء ودايره فيها مليحه ودايره فيها المقارونيه. طيب نص كيلو ديال لي باط. صافي هنا كما كتشوفوا المقيله ديالنا راه هو طاب. داك السر ديال الدجاج توقف داك الزويته. عاد ضفت له شويه ديال الربيع، ما بغيتوش ديروا الربيع ديروا شويه ديال الزعتر حتى هو كيجي النسمه ديالو زوينه بزاف. صافي هنا راه هي المقيله ديالنا طاب داك السدير ديال الدجاج. هنا كنوريكم صافي راه هو طاب. صافي غنطفي عليها وندوز نحضر الصلصه البيشاميل اللي غنحتاج لها جوج معالق ديال الزبده درتهم في كاسرونه ونخليهم تيذوبوا مزيان حتى كيذوبوا. عاد كما كتشوفوا عاد كنضيف لهم 3 ديال المعالق كبار ديال الطحين. صافي هنا غادي نضيف نص لتر ديال الحليب وكنزيد كاس، يعني 4 الكيسان ديال الحليب. صافي وكنبقى نخلط مزيان بالفويت حتى كنحس بداك الطحين صافي داب تماما في الحليب. ونخليه على نار وانا كنحرك صافي حتى كيوصل هاد المرحله هذه ديال الغليان، كيغلي مزيان كما كتشوفوا. صافي هنا عاد نضيف مليحه، شويه ديال الابزار وشويه من داك الضامه ديال الثومه اللي درت في الحشو. ضفتو حتى في الصلصه ديال البيشاميل. صافي صلصه البيشاميل ديالنا كتجي ناجحه مليون في المئه وكتجي زوينه بزاف ولذيذه. صافي راه هي واجده. ندوزو باش نعمرو هاد الطويجنات هادو ديالنا. يمكن لكم بغيتو ديروهم في مول واحد كبير ديروه في مول كبير. المهم انا درتهم هنايا فرديين. درت اول حاجه شويه ديال الصلصه ديال البيشاميل وعاد ندير لي باط. لي باط كما قلت لكم نص كيلو سلقتها مزيان مليحه وصافي صفيتها خليتها حتى تسقطرات وعاد فرقتها هنايا على القياس ديال هاد الطويجنات. وعاد جبت الحشو كذلك حتى هي قسمتها على 4 كما قلت لكم. بغيتو ديروا فلاطه كبيره ديروا فلاطه كبيره بحجم عائلي. صافي هنا كنقاد داك السدير ديال اللادان وزدت شويه البيشاميل من الفوق وغادي نقادلو مزيان الجوانب ديالهم باش كامله تلبس بداك صلصه البيشاميل. البنات واخا راه يعني ما خلطش داك المقرونيه بالبيشاميل راه كيهبط ليها وكتولي معلكه من الداخل حتى هي. هنا درت الجبن المربعات ديال السندويتشات في الطويجنات ديالنا وزدت شويه ديال الفرماج موتزاريلا اي نوعيه كتفضلوا ديروا. صافي هنا مزيان ندخلها للفران طيب. الفران اللي انا درت في الفران ديال الضو شعله من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران ديال الغاز تشعلوا غير تهبطوهم غير لتحت فقط. الوجه ديالهم كيتحمر كتاخذ داك التحميره على هذا الشكل هذا وكنخرجوهم. صراحه كيجيو لذاذين وما كياخذوش معنا الوقت نهائيا ولا المجهود. كيجيو سراعين ولذة ما نقول لكمش عليهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. انا اكيد الا جربتهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. كتاكلوا مسخرين هكا كاقتراح للغدا ولا للعشاء. انا كنت درتهم للغدا صراحه جاو زوينين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. هنا كنوريكم التعليكه ديال المقرونيه ديالنا. واخا ما يعني
لبستهاش بالبيشاميل وعاد حطيتها ما عمر زعما ما يعني حطيتها هي وعاد حطيت فوق منها البيشاميل. واخا هكاك راه كتجي ملبسه كامله بالبيشاميل، كتجي صراحه معلكه، كتستحق التجربه. المهم هنا الغديوه ديالنا وجدات، تغدينا، وفي العشيه غندوز نحضر معكم واحد الغريبه اللي سهله وسريعه، وندوزو الطريقه والمقادير في نفس الوقت. 250 غرام ديال الزبده، نضيف 2 كيسان ديال السكر سنيده بعبار كاس ديال العنبه، درت قبيصه ديال الملح وشاصي الفاني. صافي هنا بديت كنخدم بيديا، نخدم مزيان داك الزبده والسكر سنيده حتى كيتجانسوا بعضياتهم. كنبقى نخدم بالكف ديال يديا مزيان، كنخدمهم حتى كنحس بداك السكر سنيده دخلت كامله في داك الزبده. على هاد الطريقه هذه بالكف ديال يديا كنبقى نخدمهم. صافي من بعد ما كيتجانسوا كنضيف 2 كيسان بعبار كاس العنبه ديال الزيت العادي اللي كنطيبوا به زيت المائده. صافي كنبدا نخلطهم عاوتاني مع المكونات على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا في الفيديو حتى كندمجوا. كنبقى نحس بداك حبيبات ديال السكر سنيده بداو كيذوبوا. صافي عاد كنضيف هذا المكون هذا الخطير اللي كيعطينا واحد البدله الغريبه ديالنا رائعه غزاله. هنايا فلو ديال الشكلاط، هذاك اللي كيدير درهم ونص، غير هذاك اقتصادي هاد الحليوه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. وهنا كنضيف كاس ديال الكوك بعبار كاس ديال العنبه. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لهاد الحلوه. صافي وغنبدا نضيف الدقيق وجوج خمارات من وزن 8 غرام، ما يعادل 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لهاد الغريبه ديالنا. صافي كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه، وانا كنجمع الخليط ديالي. هنا الخليط ديالي راه مازال خفيف. صافي كنبدا نزيد الدقيق البنات ضيفوه تدريجيا، ما قلت لكمش العبار لان كيبقى على حسب النوعيه وعينكم ميزانكم. المهم انا في الفيديو راكم كتشوفوا الطريقه كيفاش كنضيف الدقيق شويه بشويه، ونوريكم القوام ديال العجين اللي هو هذا. صافي ملي كتجمعوا الخليط ديالكم كيتجمع، وكتبغيو تبغوا تشكلوا الكويره كتشكل لكم بكل سهوله. صافي كنجيب شويه ديال السكر كلاصي حدايا وكنبدا نشكل الغريبه ديالي او الكويره ديال الحلوه ديالي على هذا الشكل هذا مزيان. وبالنسبه للعبار نتوما ديروا القياس اللي بغيتوهم صغيورين متوسطين على حسب الحجم نتوما اللي بغيتو. صافي كنبدا نشكلهم كويرات وكنديرهم في الزلافه اللي حدايا فيها السكر كلاصي على هذه الطريقه. صافي وكنبدا نفندهم وكنديرهم في اللاطه. في الاثناء البنات راه عندي الفرن شاعل. بالنسبه خدمت درتها في ديال الضو كتشعلوا على 200 درجه، كتشعلوه من التحت ومن الفوق البنات وكديروها طيب. بالنسبه ديال الغاز غتشعلوا غير من التحت ناري مهيله، وغديروا الغريبه ديالكم غديروها من التحت هو الاول. هنا بنات قبل ما تدخلوها الفرن كديروا هاد الضغطه هذه بالاصبع ديالكم من الفوق، كتساعدوا الغريبه ديالكم باش انها تشقق. كما قلت لكم الفرن ديال الضوء شعله من الفوق ومن التحت على 200 درجه. بالنسبه للفرن ديال الغاز كتشعلوا النار اللي مهيله وكتشعلوا فقط من التحت. طالما كيشعل من التحت وكتهبطوا الغريبه ديالكم من التحت هو الاول حتى كتبان لكم تشقات كامله وخدات داك الشكل زوين. من عاد كتطلعوها للفوق تحمر من التحت وكتخرجوها. المهم ندخل هنا اللاطه ديالي الاولى ونكمل الكميه اللي بقات لي ديال العجين. وهنا من بعد ما خرجتها هنا هذا هو الشكل ديالها. كتجي صراحه مذهبه، كيجي اللون ديالها غزال، هذاك الفلوت ديال الشوكولا. جربوها البنات وردوا عليا الخبر في التعاليق، كيعطيها واحد المذاق وواحد اللوين، كتجي هكا كراميليزي، كتجي غزاله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا. كميه تبارك الله ما شاء الله كتجي لي وفيره كيف ما شفتوا المكونات اللي راهم بساطين متواجدين عندك في الدار. هذا هو الشكل ديالها. سباكله كتجي كامله مشقه كامله ناجحه 100%، والاهم انها كتجي كميه لي وفيره جدا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، تردوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي. وخليت لكم الراحه بطبيعه الحال عجبتكم ما تحرمونيش من لي لايك ديالكم. لاول مره كيشوف القناه يشترك يفعل الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد. وبسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.